أهلا بيكم معانا في أول حلقة من كورس تعلم الإكسل للمبتدئين. أنا مينا، وده أول فيديو في سلسلة جديدة على اليوتيوب بعنوان إكسل ببساطة من البداية للاحتراف. لو بتسمع عن برنامج الإكسل ومش عارف تبدأ منين، أو جربت قبل كده وحسيت إنه معقد، يبقى الفيديو ده معمول علشانك. في السلسلة دي هنبدأ من الصفر وهنتعلم ازاي نستخدم الاكسل سواء في شغلك او في دراستك بشكل عملي وسهل. بشرح لك كل حاجة واحدة واحدة من غير اي تعقيد. طيب، ايه هو برنامج الاكسل؟ اكسل هو برنامج جداول الكترونية من برامج شركة مايكروسوفت. تقدر تستخدمه علشان ترتب بياناتك، تحسب حساباتك سواء جمع أو خصم أو متوسط أو نسب مئوية. تقدر كمان تعمل تقارير ومخططات ورسوم بيانية. تقدر تحلل بياناتك سواء كنت محاسب أو شخص إداري أو طالب أو مدرس أو حتى صاحب مشروع صغير. مين لازم يتعلم الإكسل؟ أي حد بيشتغل على جهاز كمبيوتر، الناس اللي بتتعامل مع أرقام أو تنظيم بيانات، الطلبة والخريجين اللي عاوزين يزودوا فرصهم في الشغل، أي حد عايز يشتغل في مجال تحليل البيانات أو الإدارة أو الموارد البشرية أو المبيعات. طيب، هل الإكسل صعب؟ أبدا. المشكلة مش في البرنامج، المشكلة في الطريقة اللي احنا بنتعلم بيها. وهنا في السلسلة دي أنا هشرح لك بأسلوب بسيط جدا وهتشتغل معايا خطوة بخطوة. طيب، ايه اللي انا هتعلمه في السلسلة دي؟ 1. ازاي ان انا ادخل البيانات وانسقها. 2. ازاي ان انا اكتب معادلات ودوال. 3. ازاي ان انا اقدر اعمل فلترة وترتيب وطباعة للبيانات بتاعتي. وفي الاخر هنعمل مشروع عملي تطبيقي نطبق فيه كل حاجة احنا درسناها مع بعض. في النهاية، لو عايز تبدأ تتعلم الإكسل صح، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك باقي الدروس. ولو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتسيب لي كومنت تحفزني بيه ان انا اكمل. ويلا نبدأ الرحلة مع بعض.